احضنيني من سكاني، محتاج ما احسش بالمكان، ببعد بعيد بعد الخيال، ما يصحنيش غير جري دمك في الوريد، ما يصحنيش غير دق قلبك والنفس. ايه ده؟ ده وليد ده طلع اسطوره واحنا مش داريانين بيه. لما اشوفك يا وليد. ومع وليد هو ما حدش يقول اي حاجه، ماشي؟ ايه الاخبار؟ اوبا، ايه الشياكه دي يا عم؟ ايه يا عز؟ وليد ده اصلا موديلز في بلده. ايه ده بجد والله حلو. ده انت زي الفل. حبيب قلبي. حلو قوي فعلا، اللون ده بيليق عليك. الحمد لله. طب انا نسيت موبايلي مع منال. ايه ده؟ منال جت النهارده؟ اه. ما بكلمك ليه ما بتردش عليا؟ هنشوفها فين؟ طيب اسيبكوا بقى. ها ماشي. انا طالع لي منال. ماشي. هي عزه كانت بتعكسك؟ لا بتلاقيها بالجامد كده يعني. رخمه قوي على فكره، قالت لك انك شكلك حلو قوي. لا ما انت قلتيها بعينيكي وانا شفتك. ماشي. بقول لك ايه، عايزه اسالك سؤال بس رخم شويه. هي حاجه منك لذيذه حتى لو مش لذيذه. مش بهزر والله ولا انا كمان بهزر. هو باباك بيشتغل ايه؟ فلاح. ايوه بيشتغل ايه يعني؟ يا فلاح دي مش شغله. عنده حته ارض بيزرعها وبيحصد الزرع وبيبيع، واحنا ناكل والحيوان ياكل هو كمان. حلو. يعني على قدينا يعني. لا مش عيب ولا اي حاجه، بس يعني كنت عايزه اعرف مش اكتر. ماشي. ايه بتفكري في ايه؟ لا خالص ولا حاجه. طب صحيح انت ما قلتليش رايك في القميص. اللي شادد نظري اكتر من القميص يعني هما القلمين اللي انت حاططهم. طيب بقول لك ايه، ما تيجي بقى نحضر المحاضره عشان اكتبها كمان. يلا بينا، انت فيش محاضره حتى بتفوتها؟ يلا. ايه افضلي بقى قر عليها كده لحد ما تكفي على وش اقع. اتفضلي يا ستي. فاكر موضوع الكتاب اللي كلمت سعادتك فيه؟ ايوه. كله مضغوط هنا في الملزمه دي. والله يا دكتور يعني عليه اقبال الموضوع ده. اقبال فظيع. الحقيقه انا في ناس كتير قالت لي على الموضوع ده ما صدقتش. لا صدق يا فندم صدق. طب واحنا هنعمل ايه في الحكايه دي يا دكتور؟ ده بقى هيبقى مشروع الكليه ان شاء الله السنه الجايه. مش فاهم. افهم سعادتك. احنا هنكتب الملزمه دي وهنطبعها وهنسوقها وفلوسها هتبقى الكليه، بس تحت اشرافنا يبقى احنا. معقول يا دكتور يونس؟ مش معقول ليه؟ لازم يا دكتور ننزل لدماغ الطالب، نواجه العصر ونواجه تحدياته. فاكر سعادتك لما قلت لي لازم يكون ليك صفحه على الفيسبوك؟ طيب واحنا هنبيع الملزمات دي هنا في الكليه؟ طبعا هنكتبها ونطبعها ونسوقها، حتى ولو الطلبه باعوها مش مهم، المهم تكون تحت اشرافنا احنا. والله يا دكتور الموضوع هايل عاجبني. انا هعرض الموضوع ده على سياده العميد وهفهمه الوضع بالظبط. سيب لي الملزمه دي يا دكتور وانا هتصرف. سيبها لي. اتفضل حضرتك. بعد اذنك. اتشرفت يا فندم. وكمان عايز نمسك الجزء الاول والثاني يبقى كله حسابه كام؟ هيبقى كله 19 ونص. حطهم على الارض. اتفضل. نهله 19 ونص. ولا عادي يا حاج. خلي عادي. جايلك حاج اهو، خليه يبعت الباقي. بقول لك عايزين نصور قانون تاني بقى عشان خلص. صباح الفل يا حاج. خد دول. ايه دول بس يا حاج؟ خيرك سابق. انا عملت ايه بس؟ اسمع كلام ابوك. امورني يا حاج. الكلام ده بيني وبينك، حتى البنت شاديه دي ما تعرفش. في مين؟ دول هتجيب بيهم شبكه شاديه. ايه؟ دبلتين وسلسله، حاجه على الضيق كده، والخميس الجاي تلبسها الشبكه. انا مش عايز اي تلسين على البيت. قول لي يا معلم مين بيلسن وانا اقطع لك لسانه. هنقطع لسانة الناس كلها، لكن بالحب، ونعمل فرح كبير، مهرجان عادل حديده. ولا انت ليك راي تاني؟ هو انا اقدر اكسر لك كلمه يا حاج؟ خلاص اجهز يا بطل، الخميس الجاي نعمل الفرح. اعزم لي العيال الاشقياء كلها والمعلمين كمان. يبقى مبروك عليا يا حاج. مبروك علينا احنا يا عادل. ربنا يتقبل يا ستي منك ومنا. 100 جنيه حلو قوي لكل واحد. يا اخويا خليهم 200 جنيه، ده ندر. يا سمر، ما احنا هنوزع لحم. ليه لازمتها 200 جنيه؟ ما هو كله من خيرك يا ابو سعيد.
تعالي انت قلبيني على الصبح وثبتيني بابو سعيد. ماشي يا ست، اتفضلي. بقول لك ايه، ما تخليني اسوق انا لحسن اخوك ده سلحفاه. سمر، هو ده نظامي، لا محروس يوصلك لا اجي اوصلك انا. لا لا، خليك انت في شغلك يا اخويا. طيب تروحي تيجي بالسلامه. يلا يا محروس. محروس ثانية خد بالك منها وسوق بالراحه. عينيا يا اخويا. ثانية واحدة بس، هنسخن ونمشي على طول. نسخن ايه يا اخويا؟ العربيه جديده، هي قديمه؟ ده كان زمان. اصلك الموتور الالماني اللي كل ما تسخنه يدي معاك. اتفضلي اتفضلي. يلا يا صبرني يا رب. اتكلوا على الله. زرملي ما تليق يا عم وسمعني صوتك. اقتصاد دولي ونظم وحاسب آلي، حلول امتحانات ومحاضرات. ايش يا ست سمر يعني؟ حلول امتحانات. انا يا اخويا مش قلقانه، شكلك انت اللي قلقان.